في أي مشروع تقني، سواء كان تطبيق بسيط أو نظام معقد، فيه آلاف القرارات، بس في قرار واحد بس هو الأخطر على الإطلاق. والمشكلة إنه هذا القرار كثير من الناس يتجاهلونه، مع إنه قادر ينجح المشروع أو يدمره تماماً. طيب، خلونا ندخل في الموضوع أكثر. إحنا بنتكلم عن قرار هو حجر الأساس لكل شيء راح ينبني بعده. والعجيب إنه بالرغم من أهميته كثيرين ما يعطونه حقه من الجدية، وهنا بالضبط تكمن الخطورة. طيب، لما الواحد يفكر في القرارات المصيرية في أي مشروع تقني، شو أول شيء يخطر في البال؟ تمام، قبل ما نكشف عن القرار الخطير هذا، خلونا نستبعد كم فكرة شائعة. مثلا، اختيار لغة البرمجة. ممكن الواحد يفكر إنه هذا هو القرار، بايثون ولا جافا، رياكت ولا فيو. أكيد قرار مهم، ما نختلف، بس هو مش الأخطر. ليش؟ لأنه الأطر البرمجية بتتغير، اللغات بتتحدث، يعني القرار مش نهائي. أو مثلا التصميم، الواجهة وتجربة المستخدم. أكيد هذه أشياء أساسية عشان المنتج ينجح، بس برضو التصاميم ممكن نعيد شغلها، الألوان نغيرها، يعني كلها تعديلات تعتبر سطحية مقارنة بالقرار اللي احنا بنتكلم عنه. إذا ما كان لغة البرمجة ولا التصميم، أجل وش هو هذا القرار؟ القرار المحوري اللي ممكن يحدد مصير المشروع كله. الجواب هنا. أخطر قرار هو مزيج من شغلتين ما ينفصلون عن بعض أبداً: معمارية النظام والشريك التقني. خلونا نفكر فيها كده. المعمارية هي تصميم البيت على الورق، الهيكل الأساسي، والشريك التقني هو المقاول اللي رح يبني هذا البيت. مستحيل تفصل بينهم. طيب، يمكن يجي سؤال مهم، ليش هالاثنين بالذات؟ ليش اختيار المعمارية والشريك التقني يعتبر أخطر من أي شيء تاني؟ المصدر يلخصها بجملة بسيطة بس قوية جدا، يقول: قرار خاطئ يساوي مشروع مهدد. خلونا نوقف عند هالكلمتين، مشروع مهدد. الموضوع هنا أكبر بكتير من مجرد تأخير أو تكاليف زيادة. لا، إحنا بنتكلم عن مشروع يمكن ما يقوم لقومه مرة ثانية، بالضبط مثل اللي يبني ناطحة سحاب على أساس من رمل. مهما كان شكلها حلو من برا أو مدخلها فخم، المبنى كله مهدد بالانهيار في أي لحظة. إذن النقطة الجوهرية هون هي إن مجرد فهمنا لهاي الخطورة هو أول خطوة نحو الأمان، لأن القرار الصح في اختيار المعمارية والشريك التقني بيعطي المشروع أساس صلب مثل الصخر، وهذا هو اللي يفرق بين مشروع يعيش ويتطور مع الوقت ومشروع تاني ينهار مع أول تحدي يواجهه. وهذا الشيء وصلنا للسؤال الأهم اللي المفروض نسأله عن أي مشروع تقني. الموضوع مو بس إيش يسوي المشروع، الأهم هو كيف انبنى ومين اللي بناه. وعشان كده نختم بهذه الفكرة للتأمل: المشاريع اللي نشتغل عليها اليوم أو حتى اللي نفكر فيها، هل هي فعلا مبنية على أساس متين؟